ايوه، زي ما قريت كده ده كان هتاف جماهير الزمالك في اخر 10 دقايق في الماتش. سيناريو زملكاوي بامتياز بامتياز. لو مخرج بيحط السيناريو ده في فيلم، سيناريو الماتش ده في فيلم، مش هيحطه بالعبقريه دي. متفهمش فيه ايه يعني. عارف الناس قاعده في حالها هاديه مستنيه الماتش يخلص وتفرح، فجاه جه عليهم مش عارف اقول لك ايه والله. يعني مش عارف اقول لك ايه. فيلم رعب. فيلم رعب. اللعيبه هاديه في الملعب، الجهاز هادي في الملعب، غير الخمس تغييرات، الجماهير هاديه في الملعب مستنيه الماتش يخلص. فجاه طبعا احنا كلنا كنا في الاستاد، أنا كنت في الاستاد النهارده عشان كده الفيديو اتاخر. كلنا كنا بنقول لازم الزمالك يحط التالت ونخلص، انهم حطوا جون هيعربوا الماتش. حطوا الجون عادي، لطشت وحط جون. ايه لازمه بقى الطرد يا صبحي؟ طب انت عايز، انا عمري ما بخش في ذمم حد، بس انت عايز تاكد لنا ان انت ده شغل مراهنات رسمي. فاهم؟ قول لي ان انت دخل فيك جون فبتمسك الكوره، فاللعيبه طبيعي انها هتاخد الكوره تعمل بيها ايه يعني؟ تاخد الكوره تجدى، يعني حاجه شائعه جدا في الكوره من يوم ما وعينا على الكوره. اي فرقه خسرانه جاب الجون عايزه تعوض تاني، بتاخد الكوره تحطها في دايره السنتر. انت بقى بتاخد ماشي، ممكن تاخدها، لكن بتديله بالكوع ليه؟ الطرد ملوش اي لازمه، لكن تستحق عشان احنا مش عايزينك تلعب بصراحه. المهدي سمان هو الاحق انه يلعب، وانا طول عمري بقول كده. مهدي مهما كان كويس برضه بيرجع صبحي يلعب، وما اعرفش ليه. وانت اللي عرضت المجموعات بالكره بتاع كايزر تشيفز، وعرضت لنا الماتش ده. الجون وارد انه يخش فيك، لكن ايه لازمتها الطرد؟ عشان يبقى في سيناريو زملكاوي اقوله النهارده في الفيديو. ما هو لو الماتش كان خلص 2-0 عادي مش هطلع الاقي حاجه اقولها النهارده. تقول لك الزمالك صعد بسهوله والكلام ده، لكن لازم يبقى في قصه وحكايه، وتقعد الناس على اعصابها، والناس تشتم وتطلع من عن اعصابها، ونوقف سيف الجزيري جون يشكر. اي لعيب عنده الشجاعه انه يوافق انه يقف جون يشكر، حتى لو الجهاز اللي قال له يعمل كده. انت طبيعي زي 2019 لما وقفت عمر السعيد، طبيعي بتوقف يا اطول واحد يا الفيرود، عشان انت كده كده بتدافع وناقص. معتمد جمال اداره الماتش بشكل كويس. خلصنا الماتش اول نص ساعه، سيب تغيير لله، سيب تغيير ورا، ما حدش عارف الظروف، خسرنا كسبان اتنين مش تلاته، اتنين دي تقلق. لعبنا ماتش لحد الجون كان كويس، ماسكين كوره. هم بداوا ييأسوا، بداوا كمان ييأسوا. انا كنت في الاستاد وشايف بداوا مش خلاص، وفرقه مش مستاهله يعني يحصل فيها كل ده، والماتش يتعرض بالشكل ده. لكن انت خرجت بسيناريوهات ومن فرق اضعف كتير. اخر حاجه اتجاملنا من الحكم في توقيت الوقت الضايع. كان في دقيقتين المفروض يتلعبوا. هو اصلا صفر في الدقيقه 6 وشويه، فكان ليهم مثلا 30 ثانيه، وحسام عبد المجيد وقعوا بتاع دقيقه قبل الكره على طول. والحمد لله يعني كان ممكن الهجمه اللي هم يلعبوها دي الله اعلم ايه اللي يحصل فيها، يعني انت بتلعب من غير جون. لكن حق ربنا لازم يتقال، انا مش هطلع اقول اصل وفصل وبتاع وادلس زي اخواتنا. كان ليهم دقيقتين في الوقت الضايع. مبروك الزمالك.